آل سعود دعوة ودولة. الله أكبر. قال تعالى انه بيته وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات وقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ففي هذه البقعة المباركة جعل الله بيته العتيق، ومن كل هذه البقعة الشريفة بعث الله صفوة أنبيائه ورسله نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. لذلك كان الواجب علينا وعلى المسلمين عامة في هذا البلد الأمين خاصة وفي بلاد أخرى عامة التناصح في الدين وإظهار الدعوة إلى الله وإعلانها. وإني في موقفي هذا في بلاد الله الحرام أدعو المسلمين عامة للتفهم حقيقة الدعوة المحمدية وتمسك بها، وقد جاء نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. جاء صلوات الله وسلامه عليه بإخلاص العبادة لله وحده ونبذ عبادة غير الله. جاء بدعوة التوحيد لله تعالى وحده في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، هو سبحانه وحده واحد في ربوبيته واحد في ألوهيته واحد في أسمائه وصفاته. فالواجب على المسلمين أن يعرفوا حقيقة التوحيد توحيد ربهم وأن يخلصوا العبادة لله سبحانه وحده. فإذا أتم لهم ذلك وآمنوا بمحمد صلوات الله وسلامه عليه وبما جاء به من عند الله وجب عليهم أن يعتصموا بحبل الله جميعا وبكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن فيها الخير، وأن يجتنبوا ما نهت عن الشريعة. فإذا كنا نريد اجتماع كلمتنا وتوحيد شؤوننا وحفظ جامعتنا فليس لنا جامعة نجتمع عليها إلا جامعة الكتاب والسنة، فيجب علينا التفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاتفاق والاتحاد على ذلك. نسأل الله التوفيق وأن الله ينصر دينه ويعلي كلمته، وصلى الله على محمد. السلام عليكم ورحمة الله. إن الملك عبد العزيز عرف نفسه قائلا: إنني أعمل جاهدا في سبيل إعلاء كلمة الدين وإحلال عقيدة السلف الصالح، لذلك فإنني مبشر أدعو لدين الإسلام ونشره، وإني داعية أدعو للعقيدة السلفية الصالحة وهي التمسك بكتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الخلفاء الراشدين. آل سعود دعوة ودولة. إن الدعوة إلى الله عز وجل في سبيل أتباع الأنبياء والرسل، وهو أمر تميز في هذه البلاد منذ أن من الله عليها ومن على مؤسسها الأول الإمام محمد بن سعود بتبني دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد عبد الوهاب، وذلك في سنة 1157. وكانت الدولة السعودية والحمد لله نشرت الدعوة في كل أنحاء هذه الجزيرة ووصل أثرها إلى أنحاء العالم الإسلامي. ثم في الدولة السعودية الثانية بقيادة الإمام تركي بن عبد الله سنة 1240 واستمرت هذه الدعوة الحمد لله. وعندما قامت الدولة السعودية الثالثة بقيادة مؤسس هذه البلاد والذي نعيش الآن والحمد لله في ظلها في ظل الإسلام في ظل كتاب الله عز وجل، ناج هذه الدولة ودستورها. وهذه الدولة الحمد لله بعد عبد العزيز رحمه الله أبنائه سعود وفيصل وخالد وفهد رحمه الله. آل سعود دعوة ودولة. وما كان يتحقق لنا هذا لولا تمسكنا بأهداب الدين الحنيف وجعلنا كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم دستورنا. آل سعود
دعوة ودولة. وأول ما نرغب فيه منكم تقوى الله سبحانه وتعالى والتمسك بتعاليم دينه وأحكام شريعته، فهو أساس عزتنا وهي مرد حكمنا وسر قوتنا. أيها الإخوة المسلمون، نريدها قومة ونهضة إسلامية لا تدخلها قومية ولا عنصرية ولا حزبية، إنما دعوة إسلامية. وأرجو الله سبحانه وتعالى أنه إذا كتب لي الموت أن يكتب لي الموت شهيدا في سبيل الله. فنحن نقدس الإسلام قبل كل شيء، ونحن نخدم الإسلام قبل كل شيء، ونحن نعتبر أن الإسلام هو ركننا الركين الذي لا نستبدله بأي شيء آخر. آل سعود دعوة ودولة. لنعاهد الله عز وجل على العمل لرفع شان الإسلام وعلى كلمة الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأجمع على الحق كلمتهم وأيدهم بنصر من عندك. آل سعود دعوة ودولة. بلد ملتزمة بكتاب الله وسنة نبيه، لا نحيد عنها قيد أمر بأي حال من الأحوال. أما نحن جعلنا الله في خدمة الحرمين، في بيت الله، خدمة بيت الله الحرام ومكة المكرمة، وفي خدمة مسجد نبيه والمدينة المنورة، وسوف نؤدي الواجب إن شاء الله، وسوف نكون ملتزمين بعقيدتنا الإسلامية نصا وروح. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. آل سعود دعوة ودولة. والآن خدم الحرمين الشريفين الملك عبد الله ولي عهد الأمين يواصلون هذه المسيرة والحمد لله. أعاهد الله ثم أعاهدكم أن أتخذ القرآن دستوري والإسلام منهجي. آل سعود دعوة ودولة. الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز، قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن العبادة للإنسان هي أصل الحياة، وما بعدها هي فروع للحياة واستقامة لها. وقال تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. المملكة العربية السعودية منذ أن قامت بسنين طويلة، من أكثر من 300 سنة إلى الآن، هي دولة إسلامية عربية تشعر بمكانتها الإسلامية وتحافظ عليها. آل سعود دعوة ودولة. ولأن الدعوة إلى الله ونشر العلم والخير لا يتحققا إلا عن طريق حملته، حرص ولاة الأمر حفظهم الله على الالتقاء بالعلماء والدعاة في العديد من المناسبات. آل سعود دعوة ودولة. نحن أمة مسلمة حبانا الله في هذا البلد الدين قبل كل شيء، والتربية الصالحة، واجتماع الكلمة، وحدة الصف، والالتفاف مع القيادة في تضامن وتعاون وتساعد، فالحمد لله على الخير. آل سعود دعوة ودولة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. آل سعود دعوة ودولة.